انت قلت الادب ازاي تقولي الكلمه دي على مرات اخوكي كده؟ انا اذا كنت بعمل حاجه لطنط بعملها لها من باب الذوق وبعد خلاص في 60 داهيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله اوبا اوبا، ايه ده؟ ايه ده ماما الحلاوه دي؟ ايه مرات اخوكي يا اختي؟ ايه ده مرات اخويا عملت كل ده؟ وايه النظافه دي؟ البيت يا بت شالت لي البيت شيل يا سلام، من السجاد وكله والحمام وكله، خلت الدنيا زي الفل. ما باينه ماما. ايه ده؟ ايه النظافه دي؟ بص النظافه، لا صراحه لهلوبه لهلوبه وزي الفل. نظافتها بعد كده ما فيش. لا ما شاء الله الدنيا زي الفل والمفارش تحفه. وقالت لي يا ماما مش اللي انت عايزاه، وخلت الدنيا زي ما انت شايفه. لا والله لا ما شاء الله جميل قوي، حلوه قوي يا ماما. بصراحه نظيفه بعد دي مخليه الشقه زي الفل. طبعا احسن من الست اللي بتيجي تنظف لي. شفتي؟ والله شفتي التانية اللي كانت بتيجي بتاخد كام وما بتنضفش كويس. لا شفت بقى مرات اخوكي زي الفل، ولا الستاير وجمالها اللي علقتها لي كل الشقه. بصي بس كده عملت لك تنفيذ العيد اهي. وقالت لي اللي انت عايزاه. بقول لك يا ماما ما تكلمها لي تيجي تنفض لي الشقه. ايه يا بنتي ينفع؟ ما ينفعش يا بنتي. لا ينفع ماما. ايه اللي هيقول لي نافع؟ ازاي ينفع؟ ازاي؟ قولي لها روحي ساعدي زوزو. ما ينفعش يا بنتي. لا ماما بصي الشقه وخليها لك زي الفل. ازاي تقولي يا بنتي الكلمه ديت؟ ازاي اروح اقول لها نفضي البيت ونضف لها وسوي لها؟ ما ينفعش يا بنتي. لا ماما عادي الناس اسمعي الكلمه، ما ينفعش. عيب ماما تخلي لك الشقه كتر خيرها نضفت لي. ما جاتش منك يا موكوسه يا خايبه. يا ماما ما انا بجيب الست تنضف لي وانا بقدر اعمل حاجه. بتعمل لك ايه؟ تنضف لك شقتك. شوفي عامله ازاي من مرات اخوكي، مخليه الدنيا زي الشمع. هو انت عشان خلاص شقتك نتفت هتقولي لي بقين زي دول؟ لا هو الصراحه انا بقولها الصراحه حرام وعيب اللي انت تقولي كده. لا مش عيب والله. لا كتر خيرها انها جت ونضفت الشقه. عادي بس معلش يا ماما انت عارفه انا صحتي على قدي. لا ما جاتش منك اللي تقولي انا انضف لك عشان خلالك اللي جايين وخالاتك اللي جايين. ما غدا قامت بالواجب اهي يا ماما وعملت لك كل الشقه اهي وخليتها لك زي الفل احسن مني 100 مره. طب عملتي لي ايه دلوقتي في الاكل؟ دلوقتي جبت لك كل الطلبات الليسته اللي انت قلتي لي هاتيها. المحاشي واللحمه وكل الحاجات في المطبخ دخلتها. طب مش هقدر ان انا اتكلم معاها واقول لها كمان اطبخي. امال انا اللي هطبخ؟ لا ما ينفعش. لا ماما انا ما بعرفش. لا كتر خيرها ان هي عملته. خلاص انا ان شاء الله بكره باذن الله انه هنودي الحاجات ديت تتشوى بره. طب اللحومه هتتشوى ومين هيعمل المحشي؟ هي ماما لهلوبه في المحشي، لهلوبه والله. لهلوبه في المحشي؟ قولي لها هتنزل تعمله لك. بصي كده في ثواني. انا مش عايزه اتعبها اكتر من كده. طب وانا ما بعرفش اعمل محشي اصلا. خلاص انا هشيل الموضوع المحشي ده، هلغيه خالص. ونعمله بدل المحشي شويه مكرونه جنب الكفته والفراخ. طب والمحشي حاجه المحشي دي خلاص مره تانية بقى. لا عشان هي تعبانه مطرح ما انا فاضيه. يا حنينه يا ماما. معلش بس تعبت كتر خيرها. هروح اشوف مين. ماشي. اخواتك هيجوا بدري كده من النهارده؟ لا ان شاء الله. ايه يا زوز؟ ايه يا غدا عامله ايه؟ الحمد لله. ايه يا ماما؟ ايه يا زوز؟ عملتوا ايه؟ جبتوا الاكل والحاجه؟ الحمد لله. يا غاده جبنا الحاجه كلها. جبتها وانا جايه. ايه ده الحلاوه دي يا غاده؟ تسلم ايدك. ايه رايك؟ شفتي يا زوزو؟ حلوه قوي يا غاده. قلت بقى عشان ماما واخواتها بقالها كتير ما جولهاش. قلت بقى انزل اظبط له. جبت لها المفارش دي من عندي. ما جميله. لا ودول كمان عاجبني قوي. دول طقم مع المفارش. جابت الطقم من عندها من فوق. كتر خيرها. كتر خيرها والله ماما تخليه الشقه ليكي. الله يخليكي يا بنتي. ما شاء الله يا غاده ما شاء الله عليكي. لا جميله. هتعملي ايه ماما؟ تتبل لك الاكل بقى نبتدي. يا غاده وفي محاشي جوه اعمليها. لا ان شاء الله هنوديه عند الراجل. طب ليه يا ماما؟ ده انا نازله عشان اعمل لك الاكل. معلش مش هتعملك اكتر من كده. كفايه اللي انت عملتيه معايا. ليه يا ماما؟ المحشي ده يتمام. ده انا نفسي فيه. انت عايزه تعملي محشي يا ماما؟ معلش الوقت ضيق. وان شاء الله بكره باذن الله بدل المحشي هنعمله شويه مكرونه. طيب خلاص على العموم لو عايزه تعمليه انا ما عنديش مشكله. اقدر اعمله لك. متشكره يا بنتي. ماما ما عندهاش مشكله. انت نفسك تاكليه ولا ايه؟ والله نفسي فيه بس انا ما بعرفش اعمله. لو ماما عايزاني اعمله هعمله لها. شايفه
اللي انت عايزاه ماما انا اعمله لك. معلش انت تعبت معايا، معلش نفضتيلي وبصي والدنيا نضيفه. احنا قلنا انت هتيجي من اول اليوم يا زوزو. ما انا هاجي من اول اليوم، بس انت عارفه انا ماليش في عمايل المحشي ولا في حاجه. لا ما هي ماما خلاص لغيته. براحتها بقى ماما. بقول لك ايه يا غيده؟ نعم. ما تبقي كده يوم فاضيه قبل العيد كده، ما تيجي تنضفي لي الشقه. اجي ايه؟ نضفي معايا الشقه، اصل الست اللي بجيبها ما بتنضفش كده ابدا. بصي ده انت مش مخليه ولا الهوا. طب ما انت ايدك بايديها يا زوزو، لما تجيبي الست ايدك بايدها. لا وانا هعمل معاها. امال انا عايزاني اجيلك اعمل ايه؟ تعملي معايا يعني، انا هساعدك. طب ما انت طالما هتساعديني ساعدي الست اللي هتجيلك، ولا انت رايك ايه يا ماما؟ يا غدا والله هتبقى بصي هتتبسطي قوي، دي شغلانه حلوه قوي، هديكي فلوس عليها. قطع لسانك، ازاي تقولي الكلمه دي؟ وعايزه مرات ابني تروحي تنفض لك وتشتغل عندك ولا ايه؟ ايه يا ماما في ايه؟ انا فلوس تنفعها. ما ينفعش ما تقوليش الكلمه دي فلوس ولا ايه؟ خالص، الكلمه دي ما تقولهاش، دي مرات ابني. ازاي تروح ليكي عشان تنظف لك وعشان تعمل لك؟ عادي يعني يا ماما، دي كلمه قلتها. لا ما ينفعش. طالما معاكي فلوس قوي كده يا زوزو بقي هاتي الناس تنضف لك بالفلوس يا حبيبتي. ما هم بييجوا بس مش بينضفوا كده يا غدا. لا 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 ما تقولهاش الكلمه ديت خالص خالص، ما تقولهاش. بصي يا ماما، لا ما ينفعش. خلاص يا غدا حصل خير. حصل خير. على فكره انا هقول لاخوكي، عشان مش انا اللي يتقال لي كده. انا اذا كنت بعمل حاجه لطنط بعملها لها من باب الذوق وبعتبرها زي امي، بدل ما انت مش سائله فيها وعماله تلفي طول النهار في النوادي بفلوسك وتجيبي ده ينضف لك وده ينضف لك وده يضحك عليكي وده يضحك عليكي. انما انا واحده قاعده في بيتي معززه مكرمه، مش ناقصني حاجه عشان اشتغل في البيوت يا زوزو. ماشي يا غدا، انت بقى هتولعي الدنيا ما بيني وما بين اخويا في الاخر يعني؟ هولع الدنيا عشان تبقي تجرؤي تاني تقولي لي انا كلمه زي دي. لما يقول لي لا غلط غلط، الكلمه ديت غلط. خلاص يا الكلمه دي غلط. انت لو عرفتي حاجه بقي قولي لي. كتر خيرك يا غدا. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه منظفه الدنيا وعامله لي كل حاجه؟ ليه ماما؟ انا قلت اساعدها بالفلوس يعني. ازاي بتساعديها بالفلوس؟ وبعدين دي كلمه غلط. بدل ما تقفي معايا ازاي تقولي لمرات اخوكي كلمه زي كده؟ انت قليلة الادب، ازاي تقولي الكلمه دي على مرات اخوكي؟ ماشي ماما انا ماشيه. انت رايحه فين؟ انا ماشيه ماما. خلاص في 60 داهيه، خلاص ما اشوفكش كمان في عزومه بكره. خلي غدا تنفعك يا ماما. ماشي مع السلامه، يلا.